بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نسوي مع بعض شوى بالفرن. سبق وقمنا بإعداد الشوى داخل قدر في البيت، واليوم قلنا بنجرب بالفرن. عندي هنا بهارات أو البزار. طبعا ممكن تاخذون البزار الشوى الجاهز اللي متوفر في كل محلات عندنا هنا في السلطنة، في خلطات جاهزة للشوى، وممكن تستخدمون البزار اللي تحبونه. طبعا بزار الشوى يكون مميز وموجود عندنا، يعني موجود خلطات جاهزة. حطيت عليهم البزار اللي معاي أنا، حطيت عليهم شوية زيت زيتون وشوية خل، نخلطهم مع بعض ونجي نتبل اللحم. عندي هنا صينية الفرن، حطيت ورق الموز. طبعا المذاق ما بيكون نفس مذاق الشوى اللي بالطريقة التقليدية المعروفة، ولكن يكون شبيه بنفس الطعم تقريبا إن شاء الله. حطيت اللحم فوق ورق الموز بعد ما غسلت الأوراق ونظفتهم زين، ونحط شوية من التتبيلة ونتبل اللحم. أنا أخذت لحم غنم، عندي هنا ممكن تاخذون لحم خروف أو اللي تحبونه، أو حتى لحم بقري. نقلب الجهة الثانية ونتبل اللحم. طبعا الشواي العماني من أشهر المأكولات الشعبية في السلطنة، واللي يميز الشواء هو مراحل إعداده اللي يتضح من خلال إعداد الشواء تكاتف الجميع وتعاونهم كروح واحدة، وليس فقط مجرد إعداد وجبة. وبعدين لما تبلنا اللحم، نغطي اللحم بشكل جيد بورق الموز، نسكر بشكل جيد عشان البخار ما يطلع وينضج عندنا اللحم بشكل جيد. طبعا الشوى الطريقة الشعبية التقليدية يظل مدفون لغاية اليوم الثالث، يعني 3 أيام تقريبا. يعني في اليوم الثالث نطلع الشوى من التنور. وبعد ما غطيت بورق الموز بشكل جيد، الحين أغطيه بألمنيوم بشكل محكم عشان البخار ما يطلع، وبدخل الصينية إلى الفرن تقريبا ساعتين على درجة حرارة 200 إلى 250. وبعد مرور ساعتين، ممكن ياخذ عندكم وقت أقل أو أكثر على حسب نوع اللحم اللي موجود عندكم. وبعد مرور ساعتين نشوف كيف اللحم. وهذا الشكل النهائي للحم، لحم ذايب ذوب ما شاء الله، مستوي تماما. نقدم الشوى مع العيش. مثل ما تشوفون اللحم ما شاء الله مستوي وناضج تماما ومنفصل من العظم. ومثل ما قلت طبعا النكهة أو الطعم ما بيكون نفس شوى اللي بالطريقة الشعبية، ولكن هنا أيضا طعمه جدا لذيذ، وطريقة أيضا جدا سهلة. أتمنى أنكم حبيتوا الوصفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.